السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الشيعة من فتح قنوات يوتيوب للارتزاق وليس ليصل إلى الحقيقة أو يوصل الحقيقة لغيره. هذا المقنع الذي تبرأ منه أهل المغرب وضع فيديو قصير للشيخ عبد الله رشدي وقال إن أنا برد عليه وبفحمه في الردود بتاعتي. تعالوا نسمع هذا المقنع ونرد عليه بإذن الله تعالى بعد أن أفحمه الشيخ عبد الله رشدي، ولكن نفحمه بزيادة بإذن الله تعالى. تعالوا نسمع ونرجع تاني. نكمل مع الأخ الكريم. النصوص واضحة اهو. واحد سافر طلع غزوة طلع مكان فساب واحد مكانه يحرس المكان ده ويكون أميرا عليه. أجي أنا أقول له لا، ده هو المراد بذلك الولاية والإمامة العظمى. خلي بالكم، هناك كثير من الصحابة استخلفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة غير علي. نعم صحيح، رسول الله استخلف كثير من الصحابة على المدينة غير علي، ولكن هل قال رسول الله لهؤلاء الصحابة حين استخلفهم على المدينة، هل قال لهم لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي من بعدي؟ أتحداك يا أخ رشدي تحدي علمي أن تأتيني بحديث واحد فقط أن رسول الله قال لأحد الصحابة حين استخلفه على المدينة قال له أنت خليفتي من بعدي. لا يوجد يا أخ رشدي، فقط قال هذا الكلام لشخص واحد فقط، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نكمل. ردا على هذا التحدي، نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام في أحد من الصحابة، لأن الصحابة التزموا مباشرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام الذي أمرهم به، إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلم يلتزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات، وذهب مسرعا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتخلفني في الصبيان والنساء يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد استرضاء علي بن أبي طالب وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استرضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بهذه الكلمات، ولو لم يذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ليقول له هذه الكلمات ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات. إذن هذه الكلمات مسببة بفعل علي بن أبي طالب عندما ذهب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتستخلفني في الصبيان والنساء يا رسول الله؟ أظن أجبناك، تفضل. ثم أنت مني بمنزلة موسى من هارون إلا أنه لا نبي بعدي. طيب دي تدل، قال لك دي تدل على خلافة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يموت يبقى عليه هو الخليفة بعده. يا أخوانا الكلام ده غير صحيح، لأن أصلا سيدنا هارون توفي في حياة سيدنا موسى. يعني سيدنا هارون توفي في حياة سيدنا موسى. لذلك ورد في بحار الأنوار بالنص عن جعفر الصادق أنه سئل أيهما مات، هارون مات قبل أم موسى؟ بيسأل سيدنا جعفر الصادق، بيتقال له من توفي أولا، هارون ولا موسى؟ قال لهم لا، الذي توفي أولا هارون مات قبل موسى. بالنص أنه سئل أيهما مات، هارون مات قبل أم موسى صلوات الله عليهما؟ قال هارون مات قبل موسى. طيب إذن هذا نص واضح على أن حتى قضية الاستخلاف هذه لا يصلح الاستدلال بهذا النص أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، لأن هارون توفي في زمن موسى. هذه أولا. ثانيا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف على المدينة أناسا كثيرين غير علي. فهذه النصوص لا يصح الاستدلال بها. عجيب والله، ما توقعت هذا الإشكال يصدر منك أخي الكريم. يعني أبطلت استدلال الشيعة بهذا الإشكال أن هارون مات في زمن موسى؟ عجيب هذا الكلام. وهل منزلة هارون من موسى سلبت لأن هارون توفي في زمن موسى؟ المنزلة شيء والموت شيء. هل إذا مات موسى سلبت منه النبوة؟ أم أن النبوة ثابتة له سواء كان حيا أو ميتا؟ هل رسول الله الآن سلبت منه النبوة لأنه استشهد؟ ما هذا الكلام يا أخ رشدي؟ ما هذا الإشكال؟ منزلة هارون من موسى ثابتة في حياته وحتى بعد مماته. هل الآن في زمننا هذا سلبت منزلة هارون من موسى؟ أم أنها ما زالت ثابتة؟ أكيد ما زالت ثابتة، بل إنها خلدت في كتاب الله. فهذه المنزلة ثابتة ولا تختلف إذا مات أحد قبل الآخر. هب أن موسى مات في زمن هارون، هل ستسلب منزلته من هارون؟ مع الأسف الشديد هذا الإشكال غير صحيح أبدا.
بداية يجب أن نعلم أن الكلام عن الإمامة وليس الكلام عن المنزلة. فأنت الآن تخوض في مسألة المنزلة ولا تخوض في مسألة الإمامة. والشيخ عبد الله رشدي عنده الحق في الكلام الذي قاله، لأنه يتكلم عن مسألة الإمامة وليس مسألة المنزلة. فهو يتكلم أن هارون مات في زمن موسى، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه المنزلة هي الإمامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان له أن يتكلم عن منزلة هارون من موسى، ولكن يتكلم عن منزلة يوشع من موسى عليه السلام. فالمنزلة شيء والإمامة شيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا نبي بعدي، فنفي الأدنى يستلزم نفي الأعلى. إزاي؟ عندما أقول أن هذا الرجل لم يكن عقيدا في يوم من الأيام، أي معناها أنه لم ينال رتبة العقيد، فبالتالي لن ينال رتبة العميد، لن ينال رتبة اللواء. ولكن إذا قلنا أن هذا الرجل لم ينل في يوم من الأيام رتبة اللواء، لكن من الممكن أن يكون عميد ومن الممكن أن يكون عقيد. مثلما بالضبط كده عندما نقول أن هذا الرجل لم يحصل على الماجستير، فبالتالي لم يحصل على الدكتوراه. ولكن إذا قلنا أن هذا الرجل لم يحصل على الدكتوراه ولكن من الممكن أن يحصل على الماجستير، فأنتم تقولون أن مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة النبوة، أعلى من مرتبة النبوة. فنفي النبوة ينفي المراتب الأعلى ألا وهي مرتبة الإمامة، وذلك كلام الشيخ عبد الله رشدي. أما الكلام عن المنزلة فالمنزلة تأتي بمعنى الدرجة وتأتي بمعنى المقام. ولكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار مقام هارون من موسى ولم يختار مثلا مقام إسماعيل من إبراهيم، أو يختار مقام سيدنا يوسف من سيدنا يعقوب؟ ولكن هنا المقام يتشابه مع مقام هارون من موسى. ليه؟ لأن سيدنا موسى ذهب يأتي بالألواح وترك سيدنا هارون على القوم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى غزوة تبوك وسيترك علي بن أبي طالب على القوم. فالمسألة ليست مسألة منزلة فقط، الكلام بينك وبين الشيخ عبد الله رشدي. ربما قائل يقول أليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي في الصرضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ نقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استرضى نسائه في سورة التحريم عندما قال الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. تبتغي مرضات أزواجك أي تطلب رضائهن. فإن كان الكلام على علي بن أبي طالب عندما ذهب مسرعا خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو استرضاء لعلي بن أبي طالب، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم استرضى عائشة وحفصة، وأنتم تقولون أن عائشة وحفصة أخطأتا في هذا الموضوع، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استرضاهن. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعترض علي بن أبي طالب على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسترضي علي بن أبي طالب بهذه المنزلة أي المقام. والله تعالى أعلى وأعلم، وقد أفحمناك ولله الحمد والمنة، ونلتقي بإذن الله تعالى في مقاطع أخرى للرد على هذا الرويبضة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.